أنيس متواصل معكم حتى الماضي ساعة متاع الصباح. موضوعنا الرئيسي اليوم هو بالطبيعة قداش يصرف التونسي المصروف اليومي للتونسي في شهر رمضان. تعطيونا تجاربكم وآرائكم على 71 725 ألف 71 725 ألف. قبل هذا تجينا سارة جلالي في ستاتيستا. ستاتيستا صح شريبتك سار؟ صح شريفتك اني صح شريفت الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل. تونسي باش نشوفوه اليوم قداش يصرف في النهار، باش نضربوهم في 30 باش نشوفوا قداش تقريبا ميزانية التونسي في شهر رمضان. وي حسب التقريب احنا باش نعرفوا ونعرفوا زاده انه كيف تتلم المناسبات مع بعضها يكثر على التونسي المصروف، وهذا امر مفروغ منه. بين عيد ورمضان التوانسه اليوم اجمعوا باختلاف فئاتهم وشرائحهم العمريه على حاجه واحده اللي هي المدخول الشهري نتاع التوانسه ما عادش يكفي حتى شيء ولا اقل برشا باش ينجم يغطي كل متطلبات العائله الفقيره وحتى العائله المتوسطه، خاصه الناس انه نحكيو اليوم على زيادات في كل النفقات ومع الغلاء في الاسعار على كل المنتوجات نلقاو رواحنا في وضعيه صعيبه بين ان نوافقوا في معادله المصاريف والمداخيل. معادله صعيبه وزيد تصعب في شهر رمضان، خاصه نعرفوا زاده انه كيفاش تكثر شهاوي ويزيد يطلع المصروف، مع انه التوانسه يحرصوا ديما انهم يستحفظوا على العادات والتقاليد الغذائيه، وبالتالي ترتفع مباشرة نسبة الاستهلاك نسبة 34%. بخلاف هذايا فإنه ارتفاع نسبة الاستهلاك ديما موجودة على طول العام ونجم نقدروها بحوالي 8% سنويا. هذايا ما ينجم يكون كان يعبر على قديش التونسي مصروف جي وقديش هاوي متاع شهر رمضان ما توفيش. الدولة في هذا الكل تحاول تبذل يعني جهدها وتعاون باللي عندها في شهر رمضان، وصلنا في سنة 2022 المساعدات نتاع شهر رمضان وعيد الفطر وصلت لقيمة 7676,150 دينار وباش تتوزع بالطريقة ذي. مثلا في قفة رمضان قيمة 80 دينار للقفة الواحدة، الفائدة 42,000 عائلة. 80 دينار في الشهر ولا في النهار؟ لا هذوما المساعدات اللي وزعتهم وزارة الشؤون الاجتماعية قبل رمضان في بداية الشهر. 80 دينار 80 دينار القفة في قفة واحدة معناتها كلفة القفة. فما زاد عملوا مواد إفطار 47 مائدة، والعدد الجملي للناس اللي تمتعوا بها 4200 شخص. وكيف كيف فما الطرود الغذائية اللي قامت بتوزيعها الدولة، قيمة الطرد الواحد 29 دينار أكاهو تمتعوا بها 4250 شخص. شنو هذا 29 دينار؟ هذه طرود وزعتها الدولة. اي معناتها 29000. علاش 29000؟ علاش مش هذه مش انفلوب، هذه طرود غذائيه معناتها كما نقولوا احنا كذونه فيها قضيه. قيمتها 29000. علاش مش 30000 مثلا؟ كما 29999 فرنك. وفما زاد هذه كل الارقام اللي لقيناها متوفره على موضوع المصروف اليومي. نجم نقولوا انه التوانسه مختلفين في المصروف كما وكيفا، كل واحد حسب الدخل نتاعو كيف حسب الرغبه، وهذه نجم نعرفوهم بعديك من خلال التليفونات اللي باش تجينا. على 71 بتبيع 725,000. انت قداش تصرف يوميا؟ بين انا نصرف مش كيف معناها مش كيما العائله التونسيه تقريبا لامويان بين 20 دينار في رمضان. نعرف شكون مصروفه 100 دينار حلو يوميا. برشا معناتها الارقام الحقيقه معناتها فما حاجات باش ما نقولوش تضحك لكن غريبه. معناتها 80 دينار معناتها انا ما نتصورش تجيب قفه معناتها باش يقعد بها لشهر كامل، و30 دينار معناتها باش ياخذ. حسيلو معناتها ارقام غريبه بين اللي يصرف 100 دينارات يوميا وبين اللي يصرف معناتها تقريبا ما يوصلش 10,000. معناتها التونسي الارقام الحقيقه الصادمه. بعد شويه على 71 725,000 71 725,000. اعطيونا الارقام الصحيحه عاد من بعد قولوا لنا قداش تصرفوا بالحق معناتها من اللي تقوم الصباح للي للسحور. كما قلت نستناو تليفوناتكم ابارتير من نص الليل، الموسيقى الاخبار ثم نرجعوا الرمضان الساعه.